مرحبا حبيباتي، أنا آسيا ومرحبا فيكم في أول فيديو على قناتي باي آسيا. اليوم حبيت نحكي لكم بكل صراحة على تجربتي مع غسول توشي اللي هي لامارك اللي عملت ضجة كبيرة من العام اللي فات للسنة، واللي جربته هذا الغسول اللي قدامكم على البشرة تاعي الدهنية. يعني لابو تاعي رايحة من لابو غراس حتى لابو ميكست، يعني مخلطة ودهنية في نفس الوقت. وشفت انه بزاف بنات جربوه، بلي بزاف ناس حكاو عليه، فقلت لازم نجربه ونحكي تجربتي بكل صدق معاكم باه انتم تانا تجربوه وتشوفوا النتيجة كما شفت انا النتيجة اللي هي اسكو مليح ولا لا. خليكم معايا. اول حاجة لازم نعرفوا من وش يتكون هذا الغسول. اي برودوي نروحوا نستعملوه لازم نعرفوا من وش يتكون البرودوي. اوكي طيب، نقدر نقول لكم باللي اكثر حاجه جذبتني كما يقولوا في البرودوي هذا هم المكونات تاعو. المكونات تاعو الخفيفه، يعني شفتها انا خفيفه على لابو، كما حمض السيساليك اللي يساعدنا على تنظيف المسام بعمق. يعني حمض السيساليك يعمل على تنظيف المسامات بعمق ويقلل من الحبوب. وعندنا المكون الثاني هو النياسيناميد، اللي هذا المكون يفتح البشرة ويخفف من الآثار، يعني من آثار حب الشباب والبقع، وينظم لنا إفرازات الدهون. يعني ما يراحش يخلي لابو تاعنا غا كما كانت، راح يحاول ينشفها. وأكتر حاجة ميزاته أنه عنا فيه المرطبات خفيفة، يعني في نسبة من المرطبات تكون خفيفة كما الجليسيرين باش ما تنشفش البشرة تاعنا كما يقولوا. الملمس تاع الجل هذا نقدروا نشوفوه ونكتشفوه بأنفسنا معاكم، اللي هو الجل خفيف وعنده رغوة ناعمة جدا. شوفوا معايا، حط معاكم قطرة برك، شوفوا جاي خفيف خلاص، وجاي رطب كي شغل، تحسوه كريم مش غسول، تحسوه اون كريم. نروحوا لطريقة الاستعمال اللي انا استعملته في الصباح وفي العشية. نطبقوا كمية كما اللي حطيت قدامكم على لابو تاعنا، يعني على وجهنا، اللي يكون بالليله بالماء من قبل، يعني ما نحطوش الغسول طول على بشرة ناشفة. يعني نغسلو بالماء وحده ومن بعد نغطو الغسول، ومن بعد نديرو حركات بصوابعنا كيما هكا، حركات دائريه باصابعنا على البشره تاعنا لمده 30 ثانيه حتى لدقيقه، انتم بعقلكم يعني. ونحرص على انه كل ما نستعملوا هذا الغسول انه نحطه كما يقولوا مرطب خفيف، كريم إدراتونت للبشرة الدهنية، يعني تكون خالية من الزيوت. راح نشوفوا وش رايحين نلاحظوا كي نستعملوا هذا المنتج. اول اسبوع نلاحظوا انه لاحظت يعني انا انه وجهي ولا نقي اكتر، يعني كي نشوفه نحس نظافة، وجهي نظيف والدهون قلت. ما نشوفش وجهي مدخن. كاين ناس تقول لك وجهي مدخن نحسه مزيد، لا وليت انا ما نحسش لابو تاعي مدخنه، يعني وجهي ما نحسوش مزيت، خاصه في منطقه الانف والجبهه، منطقه هي ديك اللي فوق الحواجب، الجبهه تاعنا والانف، رايحين نحسوا باللي الدهون نقصت خلاص. بصح في نفس الوقت يعني بكل صدق، يعني انا هحكيكم تجربتي بكل صدق، في نفس الوقت راح تحسوا باللي كاين جفاف في بعض المناطق كما حول الانف هكا وتحت الخدين هكا، تحسوا باللي لابو شاحت فوق الحق. على ديك قلت لكم لازم نستعملوا المرطب اللي هو راح يحافظ لنا على ترطيب البشره تاعنا. هذا اول اسبوع. الاسبوع الثاني راح نشوفوا باللي الحبوب، كما انا لاحظت انا في الاسبوع الثالث تقريبا لاحظت باللي الحبوب نشفت، شاحت خلاص، يعني الحبوب تاعي نشفت ولا تتقشر كي شغل، وراح تتنحى لنا الحبوب الصغيره ديك، الحب الصغيره داك والبقع والاثار تاع حب الشباب كما قلت لكم رايحين
تتقشر ويبداو يخفوا بالشوي. بالنسبه لتجربتي انا ما سبب لي حتى تهيج او حكا، يعني نجح معايا، يعني صلح لي، وريحته خفيفه وملاحه، تحس مقبوله خلاص، يعني ريحته ماهيش قويه. الرأي بصراحة اللي نمدهولكم حول هذا المنتج انه نقدر نقولكم غسول توشي مناسب للبشرة الدهنية، خاصة حبيبتي لو كانت تعاني، لكانك تعاني حتى قلت من حب ولا من دهون زائدة والحبوب الخفيفة، يعني اللي عندها لابو تاعها مدخنة فري مدخنة، يعني ننصحك يعني. والبري تاعو 170 ألف على فكرة، كاين اللي يبيعوه ب190، المهم كل واحد كيفاه يبيعو. البري تاعو مناسب جدا بالمقارنه مع الغسولات الاخرى، يعني ما نروحوش احنا برك لبعيد. سيغافي كاين ناس بزاف ما حصل كيما يقولوا ما والمهاش، والبري تاعو خيالي ب 300 و400. عندك نيتروجينا، كاين بزاف غسولات. يعني بالنسبه للغسولات اللي متوفره في السوق، انه الجزائر منتجات جزائريه، يعني فريمو يعطيكم الصحه قدرتوا تعطونا منتج بهذا الروعه وفيه 250 ملي بهذا الروعه بهذا البري، يعني نتحي لكم فريمو شابو. لو كان بشرتك حساسه بصح ننصحك انا اللي بشرتهم حساسه، نرجع للموضوع، لازم تجربيه بشوي، يعني تحطي مثلا تغسلي به مره في الصباح بركه وتشوفي بالعقل. اذا ما قدر ما يهيجلكش البشره وما سببلكش حكه، كملي به وبداي يولي صباح وعشيه. لكن ما ساعدكش ما كلاه تكملي، باسكو كل انسان والبشره تاعو، ما نقولكمش راح يساعد الناس الكل، يعني انا نحكي تجربتي الخاصه. واخيرا في هذا الفيديو القصير اللي من 10 دقائق، نحبكم تشتركوا في القناه وتخليوا لي رايكم في التعليقات في غسول توشي طبعا اللي جربوه من قبل، اسكو جربتوه ولا لا. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باه تشوفوا تجربتي مع منتجات جزائريه اخرى. يعني انا حابه ندير في القناه تاعي اول حاجه نبدا بها هي المنتجات الجزائريه، نشوفوا اسكو المنتجات تاعنا صح وصلت انها تنافس منتجات عالميه ولا لا. بالنسبه لي انا هذا المنتج ينافس. وباي باي، نلتقاو في فيديو جديد.